بصي يا ندى، انا هديكي مهلة تفكري. احنا نعمل خطوبة الاول فترة كده، وبعد ما تمتحني وتنجحي باذن الله نتجوز. قلتي ايه؟ شريف، مش معنى اننا قربنا من بعض وبقينا صحاب يعني خلاص نتجوز. انا مش مستعدة اكرر نفس الغلط تاني. انا دلوقتي حياتي لبنتي ولدراستي وبس. يا ندى، هتفضلي قافلة على نفسك يعني؟ واذا كان على البنت انا هحطها في عينيا. وتكملي تعليمك ده شرطي قبل ما يكون شرطك انتي. خلاص يا شريف، سيبنا افكر. ماشي يا ندى، فكري براحتك. وعلى فكرة عمي عارف بالموضوع، انا كلمته قبل كده. دخلت اوضتي وانا حرفيا مصدومة ومتضايقة قوي. طول الفترة اللي فاتت انا وشريف قربنا من بعض كاصحاب، وانا مش متقبلة فكرة الجواز تاني. مش حاسة بأي حاجة اتجاه شريف. وطنط ندى طبعا فضلت تزن وتزن عليا عشان اوافق على الخطوبة. وبابا كان مقتنع بشريف قوي، وكان بيحاول ان يخليني اقتنع بيه. وبعد تفكير عميق قررت أوافق بس بشروطي. أول مرة اتجوزت عن حب، طبعا حب مراهقة وكده. وبابا ما كانش مقتنع بيه وفشلت. لكن يمكن لو سمعت كلام بابا وطنط ندى تبقى حياتي أحسن. على الأقل هم عارفين مصلحتي ومش ناويين يؤذوني. ها، هنقول مبروك. اللي انت شايفه يا بابا، بس أنا عندي شروط. ما تشيليش الهم، شريف موافق على كل شروطاتك. والبنت هتبقى معاكي وهتتعلمي أحسن تعليم. بس أنا عندي شرط أهم. إيه هو يا بنتي؟ أنا مش هعمل ولا خطوبة ولا فرح، والفرح يكون بعد الامتحانات إن شاء الله. طب ليه يا بنتي؟ ما تخلي الخطوبة اليومين دول على الأقل، وبعدين الحي أبقى من الميت. يعني افرحي وعيشي شبابك. بصي يا بابا، أنا قلت اللي عندي. بعدين أنا معرفش حاجة عن حياة شريف الخاصة أبدا، لا أهله ولا إذا كان متجوز ولا مطلق. يا بنتي، شريف ولا متجوز ولا مطلق، هو أعزب يا بنتي. وانتي أول ست في حياته، وأهله ناس محترمين، أنا سألت عليه. طب مادام هو أعزب، ليه اتجوز ست مطلقة ومعاها بنت؟ ما تبطلي تخلف بقى، في إيه انتي كمان؟ وايه يعني اتطلقتي خلاص ملكيش مستقبل؟ اعقلي وفكري كويس، انتي تستاهلي تكوني سعيدة مع راجل يقدرك ويحترمك. بابا بلغ شريف شروطي، وإذا كان موافق كان بها، ولو ما فيش هو حر. على طول بفكر، مش قادرة أوقف التفكير. حاسة في حاجة غلط، حاسة إن قراري غلط، بس كنت بصبر نفسي وبقول أهلي أضرب مصلحتي. وبابا بلغ شريف الشروط بتاعتي، وشريف وافق من غير نقاش. وده خلاني أحس قد إيه هو مهتم بيا. وبصراحة اتبسطت لأن الاهتمام حلو قوي، حتى لو مش من الشخص اللي انتي عايزاه شوية. التليفون رن، لقيت المتصل أروى صاحبتي. ندى، يا ندى الحقي. ايه في ايه مالك؟ لقوها منتحرة في شقتها، ولفت على رقبتها حبل وشنقت نفسها. انتي بتقولي ايه؟ ويا لهوي على فضيحتها. فضيحة ايه انطقي؟ في صور منتشرة ليها في كل مكان وهي عريانة، واهلها كانوا عايزين يقتلوها. انتي بتقولي ايه؟ مين عمل كده ومين اللي فضحها؟ مش عارفة. البوليس جه وقفل شقتها عشان التحقيقات. انا خايفة قوي. طب فهميني، هي ماتت يعني؟ بقولك شنقت نفسها، يعني اكيد ماتت. ودلوقتي جثتها في المشرحة. هو فين العزا؟ في بيت عمها اهل سعيد. طب يلا البسي عشان هنروح نعزيهم. دي كانت ضرتك يا ندى، وكانت صاحبتي قبل كده يا اروى. يلا هلبس وجاية على طول. رحت قلت لبابا وطنط ندى بسرعة. يا مصيبتي، دي ماتت كافرة. انا ليه بيحصل لي كده بس يا ربي؟ اشمعنى انا؟ احنا قلنا ايه؟ مش قلنا هنكون اقوى من كده يا ندى؟ يا بابا، هبة خسرت الدنيا بعمايلها وخسرت الاخرة. ربنا يسامحها. ادعي لها بالرحمة يا بنتي، وقومي نعزي اهل سعيد، واجب برضه علينا.
ورحت مع بابا وسبت البنت مع طنط ندى. طول الوقت بفكر مفيش حد يعرف سر هبة غيري، جايز تكون قالت لحد تاني. زعلت أوي مش مصدقة إن هبة تعمل كده. دخلت بيت أهلي سعيد وحسيت كأني بيتي، ورحت وعزيت الستات وسمعت كلام في الطالع وبالنازل بس ما اهتمتش خالص. رحت لمامة سعيد عشان أعزيها، كانت عاملة نفسها مش واعية لحاجة ومغمى عليها وبتعيط، بس أنا عشان بقالي سنين عارفاها كنت عارفة إنها بتمثل وكله ده كدب في كدب. حضنتني وعدة أخت سعيد الكبيرة وعيطت في حضني جامد وبقت تقول بصوت عالي: حقك رجعلك والله، اللي حصل ده بسبب اللي عملته فيكي. اتصدمت لما قالت كده وكنت عايزة أسكتها بأي طريقة، لكن كل الستات اللي واقفة بدوا يتكلموا على هبة وأنا بسمع كلامهم، والستات عمالين يعلوا في صوتهم: بس اسكتوا خالص، لا الحي بترحموه ولا الميت بتترحموا عليه. انتوا ايه قلبكم ده ايه حجر ما بتحسوش؟ البنت بقت بايدين ربنا، بدل ما تدعوا لها ربنا يرحمها ويغفر لها عمالين تتكلموا عليها يا ناس، حرام عليكم. وابتديت اعيط. مرت الايام التلاتة، كنت تعبانة وزعلانة على هبة، بس انا اقتنعت ان الزعل عمره ما هيفيد. قلت اركز على مذاكرتي الفترة دي. وفي يوم جالي اتصال من وعد اخت سعيد وقالت ان نفسها تشوف البنت قوي. لبست البنت وهوديها مع السواق وهتقضي يوم كامل هناك، وكنت كل شوية اطمن عليها من وعد. وكانت الامتحانات قربت خلاص، وشريف كان مهتم بيا قوي وعلى طول بياخد البنت يخرجها عشان اقدر اذاكر براحتي. مرت الايام مرت الايام وخلصت امتحانات، والنهارده اليوم اللي هطلع فيه بنتيجة تعب الفترة اللي فاتت. وكنت قاعدة مع طنط ندى وفجأة دخل عليا اخويا ومراته: ازيك يا ندوشة عاملة ايه؟ وحشتني قوي يا حبيبي. بقولك يا بنتي يا ندى، انت اول ما تنجحي ان شاء الله احنا نروح الصعيد ونعمل هناك ايه، حفلة بقى عشان فرحك. ان شاء الله يا مرفت. ماشي يا ستي، ربنا يتمم لك على خير ان شاء الله. بصي يا ندوشة انت انجحي بس الاول وبعدها اعمل لك اللي انت عايزاه. كنت قاعدة على نور ومرعوبة قوي من النتيجة. شريف دخل علينا هو قلب وشه مصدوم، وانا اللي اتصدمت صدمة كبيرة قوي. عرفت ان انا كده ما نجحتش. انت نجحتي وانا كنت عامل فيكي مقلب. اتبسطت قوي اني نجحت لاني تعبت قوي في المذاكرة، والحمد لله ربنا عوضني خير. وبعد اسبوع اتجوزنا واتجوزت شريف، والحمد لله شريف طلع شخص كويس جدا وما ندمتش على جوازي منه. بالعكس، انا مبسوطة قوي ان ربنا خلاني قابلته، وبنتي معايا بتتربى في حضني. انما بقى باباها فهو سافر من بعد ما مراته ماتت. سافر ومبقاش ليه حد هنا لان مامته كمان اتوفت، وما بقاش حتى بيسأل على بنته. هو خلاص بالنسبة لنا كأنه مات. وشريف بالنسبة لنا بقى الدنيا كلها، وفعلا الدنيا ما بتقفش على حد، وربنا دايما بيبقى شايل لنا حاجات كتير قوي حلوة.